السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يصبحكم بالخير والرضا والعافية. اليوم بتكلم عن موضوع طبعا ذكرياتي فيه طويلة جدا، وهو موضوع الخلاف والاختلاف بين المصلين عشان التكييف بالمساجد. طبعا يعني أنا ما أنكر أن الناس يختلفون. في ناس ما يتحمل درجة الحرارة النازلة، يعني ما يبي البراد. حتى في أغسطس مثلا يبي درجة حرارة يعني بين 28 30. في نوعية إذا ما تكون درجة الحرارة في المسجد على 18 يبدأ يعني يفتح الجيب ويحرك شماغه ويتأفف. فلاحظ بين الفريقين. طبعا الوسط هو المطلوب، يعني حتى تعاميم الوزارة جزاهم الله خير دائما يحرصون على أن درجة الحرارة تكون 25 24، الوسط يعني تناسب الجميع. لكن يطلع لك أحيانا ناس متطرفين سواء بالبرودة ولا بالحرارة. ومن أعجب ما يعني مر بي مشكلة صارت في مسجد يمكن قبل 15 سنة. دخلت أنا كمصلح بين الإمام وبين هذا الرجل اللي من جماعة المسجد. والله قصة يا جماعة الخير غريبة. طبعا في خلاف. هذا اللي من جماعة المسجد يعني صرح أكثر من مرة أنه ترى المسجد بارد. قالوا له نطفي لك جهة ونشغل لك، قال أبدا، خلاص درجة الحرارة ما تنزل عن 25. في بعض الجماعة في هالمسجد يبون يعني درجة الحرارة تكون 20 21. فالإمام يعني حاول يوازن بين دولة ودولة، قال خلاص حنا بنخلي الجهة اليمين طافية المكيف، اللي يبي يعني ما يتحمل البرود يروح بالجهة اليمنى. لكن صاحبنا ما راق له هذا الرأي، صار يتأخر عمدا. أول ما يكبر الإمام خاص في صلاة الظهر يقول للإمام، يقول أنا يعني فهمت طريقته، أول ما أكبر أسمع الباب انفتح يروح للمكيفات ويطفيها. طبعا المكيفات دواليب اللي هي حقات المساجد هذه. يقول حنا بالركعة الثانية بالثالثة نهلك، والرجل شرس ما نقدر ندخل معه في نقاش. كلموه بعض الجماعة قال أبدا، حنا ثلجنا وحنا أتعبتونا، وله براضي يروح يدور له مسجد ثاني مع أنه شاذ بين الجماعة. المهم يقول إمام المسجد يعني تفاديا للمشاكل رحت وجبت حق الألمنيوم وفصل لي حاجز دون الأزارير حقات المكيف. صار الرجل يجي ولا يقدر يطفي المكيف ولا يشغل المكيف. صار التحكم عندي بالريموت، والريموت طبعا مقفل عليه أنا. يقول ارتحنا يومين، اليوم الثالث يقول تفاجأت يوم كبرت انفتح الباب كالعادة وأسمع المكيفات طفيت، وإذا الرجل جاي بريموت من بيته من نفس شركة المكيف. إنا لله هلكنا من الحر. يقول تشاورت مع الجماعة قالوا ما في إلا نفصل الحساسات اللي بالمكيف. والله يا جماعة الخير ترى هذا مو بخيال، إنه واقع، وإن القصة أنا دخلت فيها بالإصلاح. يقول اتصلت على إبراهيم شاكر وكيل LG اللي هي المكيفات اللي عندهم، قلت عندي مشكلة. طبعا المسجد جديد وقته. يقول جاءوا على الضمان. الفلبيني اللي جاء يقول سوى فحص قال كويس المكيفات. يقول قلت أنا أبيك تخليها مهي بكويس. قالوا شلون؟ يقول قلت له أبيك تفصل الحساسات. يقول الفلبيني يضحك ويتعجب. يعني أنا عادة يقول أطلع أصلح الحساس إذا خرب، أما أني أخرب الحساس قال عاد حنا بولينا الآن. المنفصل حساسات الريموت. يقول الرجل جاء كالعادة، يقول هذا الفلبيني جانا الضحى. يوم جاء الرجال يقول أنا أسمع يوم كبرت فتح الباب وبدأ صوت الريموت أسمعه، لكن الحساسات ما فيه والحاجز ما يقدر يطفي بيده. يقول إيش سوى؟ راح للقاطع الأساسي للكهرباء وطفاه. يقول صراحة الرجل وصل إلى مرحلة يعني ما يسكت عليها. تشاورت أنا وجماعة المسجد. يقول الإمام يقول قالوا الرجل شرس وله مشاكل
إن قدرت تفكنا من المواجهة جزاك الله خير. يقول وأروح وأجيب الحداد ونقفل يعني القاطع الأساسي بقفل، فصلنا عليه دولاب وقفل. يقول جت عاد الكارثة اللي بسببها أنا دخلت للإصلاح، لأن الموضوع وصل إلى الشرطة وإلى النيابة. يقول دخل صاحبنا على العادة، شاف الكهرب ممنوع منه دولاب، المكيف ما يقدر عليه، الريموت ما يعمل. والله يقول سوى حركة ما كنا نتصور مسلم أو عاقل حتى يسويها. يقول راح عند المكيف وأشد ما يقوى ضربه. يقول رجل أعطاه الله قوة بدنية، يقول ضرب المكيف من عند المروحة. يقول أنا أسمع المكيف يوم لكت المروحة مرة مرتين ثلاث وطفت. الآن خلاص ما بعد هذا يعني اعتداء على بيت الله، اعتداء على أملاك الدولة، اعتداء على حرمة المسجد، يعني قائمة كثيرة من. طبعا الرجل اتصل بالشرطة، جو وضبطوا محضر، استدعوا الرجل، أخذوا أقواله، حولوا المعاملة للنيابة. يعني في واحد من أقارب هذا الرجل المتهور اتصل بي وقال يا أخي الوضع ترى وصل كذا وكذا. رحت أنا للنيابة، قابلت المحقق رجل فاضل، قلت له يا ابن حلال المشكلة مي بهذه الآن، المشكلة هذا له أبناء وله أخوان والمسجد له رسالة سامية. بالنسبة للتكييف يعني أنا ممكن أتحمله. قال لا، يقول الإمام هو يتحمله وأنا أبيه حال الآن للقاضي وطلبات ويعني كل ما نستطيع من علاقات على أنه يعني يؤخذ عليه تعهد ما يصلي في المسجد ويدفع قيمة التكلفة هذه، ويعني بشق الأنفس انتهت المشكلة. فأنا وجهة نظري بالنسبة للأخوة اللي ما يتحملون البرودة، يا أخي الكريم في مصالح في الشريعة. إذا وصلت الأمور إلى أنه عندك ضرر، ابحث لك عن مسجد آخر. مو معقول تتمشي الناس كلهم على كيفك. التوسط مطلوب، ولكن أنك تصل إلى أنك تعتدي على المسجد هذه كارثة. الله المستعان.